ايه ده؟ في ايه يا ولاد؟ هو انا بصوت على ايه؟ اكيد طبعا كلنا داخلين نقول انا بصوت على ايه. هل الملاية فيها حاجة؟ هل السرير فيه حاجة؟ طب المرتبة؟ طيب حد عمل بيبيب عليها؟ في حد عمل بيبيب عليها؟ والله ما في حاجة، والله ما في شيء. انا دخلت لقيت اليوتيوب كله بيصوت، قلت اصوت انا كمان. كل واحدة داخلة تعمل روتين، ترقع زغروطة ترقع سويطة قبل ما تعمل اي روتين. انا مش عارفة هما بيصوتوا ليه. انا قلت اجرب كده اصوت، يمكن في حاجة، يمكن دي طريقة جديدة معتمدينها. طيب قبل أي روتين أنا قلت أجرب. يلا يا ولاد، تعالوا نصوت سوا، قصدي تعالوا نروق يلا الأوضة سوا مع بعض. غرفة النوم بتاعتي أنا وكركورة. تعالوا بقى نبدأ كده، نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى نسمي الله كده. وبدأت. انا طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما بعرفش اعمل اي روتين باللبس بتاع البيت، اللي هو مثلا اسدال. ما بقى انا بعرفش البس لبس خروج، لازم ابقى معفنه طبعا كده. وطبعا شعري منكوش وانا بعمل اي روتين زي ما انتوا عارفين. فانا لو انا هصور لكم بالمنظر ده فاكيد مش هصور خالص. فانا قلت بقى انا لسه جايه من بره، فبما ان انا لابسه كده فقلت انا كده كده مش هعمل الشقه كلها، انا هعمل الاوضه بس. فزي ما انا كده فتحت الكاميرا وقلت اروق الاوضه دي، بما ان يعني ايه بقالها شويه عايزه اشيل الملايه. فقلت اشيلها بالمره. وبعد بقى ما فرشت اللبس بتاع الشتوي فقلت بقى ايه انزل اللحاف اسمه ايه ده مش اللحاف الفايبر، لا اسمه ايه، المفرش القطيفة. عشان بقى ايه الجو سقع بقى ونطلعه كده بقى، عشان انا بحب المفرش ده قوي يا بنات، والله بحبه قوي. قلت بقى نفرشه كده ونخلي الأوضة حلوة شمعة منورة كده. وهنخليها فلة فلة. يعني الفيديو مصوره لكم في 10 دقايق وانا بقالي ساعة الا ربع بعمل في الأوضة بس. والله انا من طبيعتي ان انا بحب اعمل الشقة كلها مع بعض، بس ايه بما ان احنا في شتا وكده فانا بصراحة بقى ايه قلت اعمل حاجة حاجة. ابدأ بقى ان انا اعمل حاجة حاجة كده. فايه بما ان الأوضة ديت يعني انا عايزة اشيل الملاية، وكنت مشغلة الغسالة فقلت ايه اشيل الملاية بقى وابدأ نعملها مع بعض كده. شلت بقى الملاية علشان انا طبعا مشغلة الغسالة. اغسلها بقى وكده، وابدأ ان انا افرش المفرش القطيفة ده. طبعا مفرش قطيفة بقى زي ما انتوا عارفين كده مبيجيش معاه بياضات، بيجي معاه بس ايه آه مخدتين، اللي هما المخدتين الصغيرين دول. فانا بقى بشوف اقرب لون ليه وافرشه. بما ان يعني ان هو يعني داخل فيه اورنج، هو مش اورنج يعني فيه الدرجات ديت، يعني الطوبي والبني واللون اللي هو السيمون ده كده. فانا ايه جبت عندي منه عندي اسمها ايه ملايات كده لونها اورنج. فانا ايه قلت اعملها. بجد انا والله العظيم انا بيطلع عيني في المخدة. انا بص بص بعضها من كتر ما قرفتني. والله العظيم بجد حاجة ايه ده. ما فيش طريقة ان احنا نعمل الاكياس المخدات ديت نلبسها بطريقة اسرع من كده. انا بجد بتعبني قوي. يعني انا ممكن اوضب الشقة كلها ولا ويعني ومجرد ما انا اعمل المخدات دي الاقي دراعي الاتنين سايبين. والله الاقي الدراعين كده سايبين. بصوا بقى طبعا اكيد يعني بنفرش ملايات تحت السرير قبل ما بنفرش الطقم وكده. بس انا بصراحة ايه بكسل بقى وكده، ومش مشكلة يعني هفرش ملاية ليه، ما هي المفرش بيبقى كبير وانا فرداه كده. فيعني كده كده الملاية يعني مش هتعمل حاجة اما تبقى تحته يعني. وفي ناس طبعا بتفرش بقى ملاية، يعني مامتي ديت لازم تفرش ملايتين تحت تحت اي دفاية. يعني بتفرش ملاية كده وعليها ملاية. يعني الملاية الأولانية بتبقى ثابتة بقى، ما بتشيلهاش بقى غير كل فترة كده تغسلها. وبعدين بتحط بقى الملاية اللي هي بتاعة الطقم وعليها الايه الدفاية. بقول ايه كل ده انا ببقى بحب الشتاء عشان احط الدفاية بس كده على طول. الخدديات اريح الملايات في الشتاء وافرشها في الصيف كده. برضو الدفايات تريح في الصيف وتتفرش في الشتاء. دلوقتي بقى بصوا اللي انا حطيتها ديت، انا بحشر كده الحاجات دي ما بين السرير والملاية عشان ايه ما تطلعش. لو مثلا عندكم سفنجة او كده
بص، فرحانة ان انا خلصت. لو في سفنجة او كده والملاية بتطلع فانتوا تحشروها وكده. المخدة ديت بقى انا اللي عاملاها كده صغنطوطة قوي، كنت عاملاها الكارما. عاملاها لها على لونين عشان هي بتحب اللون البينك. شنطة حمزة بقى، بصوا الشنطة دي تلاقي فيها كل حاجة، يعني شوفوا طلعت منها صباع موز. ممكن تلاقوا فيها حاجات تانية. بجد ولادي بيبقوا نفسهم يفتحوها يشوفوا ايه اللي جواها، بتبقى فيها خيرات خيرات ربنا كلها في الشنطة دي. آم، بدأت بقى ان انا ايه، انا خلصت كده السرير وجيت على الكومودينو ده بقى وبلمعه كده. وببدأ بقى ان انا الشجرة دي ولا مش عارفة ايه دي، مش عارفة والله ايه دي، كنت شارياهم كده. كنت شارية الاتنين دول خشب كده، بيبقوا عاشقوا معشوق كده ببعض كده بخيط كده. بس هو خشب، بس هو يعني هو مش خشب خشب، هو من الفايبر ده. بصراحة بقى بتدي شكل كده حلو وايه. وبدأت بقى ان انا ألمح كده الدولاب. ايه بقى تسألوني ايه اللي انا بلمع بالدولاب ده؟ انا والله بصوا مش قادره اقول لكم المنتج ده منهم لله، والله منهم لله. انا مش عارفه ليه مصر ما بيبقاش فيه منتجات حلوه كده وريحتها جميله كده. انتوا طبعا فاهمين بقى يعني. الحاجه اللي انا بلمع بيها ديت هي كانت في المقاطعه وكده. بس بصراحه يعني ريحتها حلوه قوي بصراحه يعني. فاتمنى يعني ان مصر تعمل منتجات زي كده. اي حاجه بقى جل يا جماعه، افهموا بقى، اي حاجه جل. يعني مثلا كيس اوكسجيل اللي احنا بنغسل بيه، تحطيه في البخاخه دي. تحطيه في البخاخه ديت وتلمعي بيه بقى، يعني تشوفي هتغسلي بيه وهتلمعي بيه. بحط القطره بقى بتاعت عيني اللي ما اقدرش استغنى عنها، وبسبح شويه بما ان لقيت السباحه. وايه، وبدات بقى ان انا انزل الحاجات اللي على التسريحه كده. وايه، وادي لها تلميعه بقى من اللي انا قلت لكم عليه ده، اي جل، اي كيس جل. يعني مثلا اوكسي جل. هوريهولكوا في الفيديو كده. حاجات انا بستخدمها وكده. بتمسحي بيها البلاط. بس انا بصراحه بقى ايه، كل حاجه عاملاها مختلفه، يعني مثلا حاجه بمسح بقى البلاط، لا ده انا عاملاها معطر للجو. حاجه للهدوم عاملاها برضو، اي حاجه بعملها معطر للجو او بمسح بيها بتبقى تحفه، ريحتها تحفه. يعني برسيل جل بقى واوكسي جل او الحاجات دي، طبعا انتوا هتشوفوا بقى الحاجات اللي انتوا هتستخدموها. حطيها في بخاخة كده، امسحي بيها. وبعد ما تخلصي هترشي، بصي بستخدمها في كل حاجة، هترشي بيها برضو. تبقى معطر جو، هتمسحي بيها البلاط، كل حاجة من كيس الجل ده. وفي برضو حاجة اسمها جنرال او حاجة كده برضو بتاع البلاط، حلوة قوي. بصوا بقى، انا ما كنتش ناوية ان انا اشيل المشايات ديت. اهو شفتوا بقول لكم اهو، بصوا دي كل حاجة امسح بيها. امسح بيها الخشب، امسح بيها الارضية. اهو بصوا، شفتوا كذا نوع من ده برضو ده بتاع هدوم. وده اسمه بريكس او مش عارفة بصراحة اسمه ايه. في منه برضو اسمه جنرال. ده المفروض ان هو للارضيات، بس انا بعمل بيه كل حاجة. بصوا بقى المساحة دي انا بحبها حب. بس مكرهاني في عيشتي. كل شويه تتفك، انا مش لاقيه لها برضو حل. ان انا بس انا لازم كده اقعد يوم اقعد افكر لها كده علشان بجد انا بحبها قوي، يعني انا ممكن استغنى عن الشرشوبه في مقابل ان انا استخدم دي، بس للاسف ان هي بجد بتتفك كل شويه، مزهقاني وخانقاني ساعات كده ببقى عايزه اعيط كده من كتر ما هي بتتخلع، لانها بجد حلوه قوي، بتنشف حلوه قوي. وبرضه بتمسح حلو قوي، بتشيل اي فرافيت من على الارض. بتشيل الشعر. بصوا بصراحه حلوه قوي، يا ريت بجد يعملوا منتج زيها كده. بس تكون بقى جامده وما ما تتفكش كده. بس بقى زي ما انا قلت لكم، انا ما مليتش جردل ولا اي حاجه. لان الارض بصراحه نظيفه، يعني انا اللي انا بقول لكم عليه ده المعطر او البرسيل جل او اسمه ايه ده، اوكسي جل. بحطه في شويه ميه كده، ابخها على المساحه دي. وبعد كده اما البلاط نشف، فرشت كده والأوضة خلاص جهزت، ما فيش أي حاجة خالص. شفتوا ما فيش أسهل من كده. عرفتوا بقى لما تصوتي كده قبل ما تعملي أي روتين أو أي تنظيف بتجيب نتيجة؟ ما في 10 دقايق كانت الأوضة فل شمعة منورة. يا ريت كلنا بقى كده نعتمد الطريقة دي يا جماعة. بصوا بقول لكم ان انا كده رشيت معطر جو، يعني بصوا كل حاجة في الإزازة دي. وبجد ريحتها تحفة. والله العظيم بجد يعني.
شفتوا بقى الأوضة شكلها بقت عامل ازاي؟ تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وباي باي.